تعالوا النهاردة نعرف مع بعض أنجح وأسهل طريقة لتخزين القلقاس. سيبك بقى من كل الطرق القديمة اللي انت تعرفيها، الطريقة دي بجد هتشكريني عليها، وكمان هيفضل معاكي محتفظ بلونه لمدة سنة كاملة في الفريزر. اول حاجة كده هجيب 2 كيلو من القلقاس، دول كده 2 كيلو نقدر نجيب الكمية اللي احنا عايزينها. هنقشر بقى القلقاس زي ما احنا شايفين كده، وهنشيل كل الحاجات كده اللي على الوش زي ما احنا متعودين، وهننشف القلقاس كويس جدا من بره بالمناديل قبل ما نقطعه. وهنجيب فوطه كده نفرشها على الرخامه زي ما احنا شايفين، عشان مش عايزين اي ميه ولا اي سوائل تيجي على القلقاس، عشان طبعا انتوا عارفين لو اي ميه جات على القلقاس ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيطلع منه كده الماده اللزجه وهيبوظ مننا. كون محضره انا بقى هنا ربع كوبايه من الخل وليمونتين كده كبار، وهسخن ميه بقى على النار واخليها تغلي، واحط فيها الخل والليمون. طبعا الخل والليمون دول هما يعتبر الماده الحافظه اللي هتحفظ لي القلقاس في الفريزر لمده سنه كامله واكتر كمان. هجيب بقى القلقاس بتاعي كده وهنشفه بالمناديل كويس جدا او بفوطه. المهم ان انا اتخلص من كل السوائل او الميه اللي في القلقاس. مش هغسل طبعا القلقاس خالص قبل ما احطه في الميه السخنه. انا كده نشفت القلقاس كويس جدا بالفوطه او بالمناديل، وبعد كده بعد الميه ما تغلي هنزل بقى بالقلقاس بتاعي كده وهسيبه لمده 6 دقايق بالظبط يغلوا على النار. بعد ما يغلوا لمده 6 دقايق هصفيهم في المصفى زي ما انتم شايفين كده، وهتخلص من كل برضو الميه اللي انا كانت في القلقاس. وبعدين هجيب فوطه بقى كبيره وهفرش عليها القلقاس بالطريقه دي، وهنشفه كويس جدا جدا تحت المروحه، او هسيبه كده لفتره كبيره لحد ما ينشف. بعد ما يجف خالص نهائيا هجيب اكياس لبن، ممكن احطه في اكياس لبن او علب زي ما انتم شايفين كده حسب المتوفر عندنا. هفرش بقى كده حاجه في العلب دي، اكياس من تحت كده عشان طبعا لونها غامق شويه، وهحطهم بقى كده في العلب زي ما انتم شايفين، وهشيلهم في الفريزر، واخرج اي هواء من الاكياس او العلب، اخرج منها اي هواء. طبعا دي كزبره معايا هنا، مش متوفر طبعا، السلق ما كانش موجود، فهوريكم بقى طريقه تخزين الخضره بتاعه القلقاس في الفريزر مع القلقاس عشان يبقى سهل عليكم طريقه يعني احنا نطلعه ازاي من الفريزر وتعملوه بسرعه. انا هنا حمرت الخضره، حطيت لها سمن في الطاسه وحمرتها كويس جدا لحد ما نشفت تماما، يعني تمسكوها كده بايديكم تتفرك في ايديكم. وبعد كده فرمتها في الكبه، وبعد كده هنجيب برضو علب صغيره كده ونحط فيها الكزبره بعد ما انا فرمتها، وهنشيلها في الفريزر وهنخرجها زي ما انتم شايفين كده شويه منهم، وهنعمل بقى القلقاس. انا هنا سلقت القلقاس زي ما انتم متعودين بتسلقوه كده عادي هنعمله، وهجيب بقى اخرج الكزبره زي ما انتم شايفين كده، خرجت شويه من الفريزر وهحطهم في الطاسه، واحط عليهم هحط عليهم توم مفروم مع الخضره، وهنزل بيها على القلقاس على طول كده. يبقى انا كده عملت القلقاس بكل سهوله، مش هياخد مني وقت في البيت خالص، ما خدش مني اكتر من 10 دقايق بعد ما خرجت القلقاس والخضره من الفريزر. شايفين بقى شكله طالع عامل ازاي؟ مش قادره اقول لكم ولا اوصف لكم ريحته وطعمه، بجد تحفه. بس يا ريت يعني ملحوظه كده، لما نخزن القلقاس نشتريه في الموسم بتاعه اللي هو بتخزني في القلقاس اللي هو بيستوي بسرعه، عشان التاني اللي هو بيقعد كتير على النار ده بيبقى طعمه مش حلو خالص في التخزين. تقدروا بقى تقدموه جنب رز، حطوا الرز في نفس الوقت كده، الافضل برضو على الاكل هيبقى افضل بكتير. واي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وانا تحت امركم. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتصلوا على النبي في الكومنتات، واشوفكم على خير قريب في فيديو جديد، وربنا يحسن ما بين ايديكم.